إزاي البيرسونال براندنج ممكن يحولك من شخص عادي لصاحب دخل ثابت وبيكبر، بتشتغل بضمير، عندك خبرة حقيقية، بس بتستنى المرتب آخر الشهر. لو ده حالك يبقى تعالَ أحكي لك قصة نورة. نورة كانت محاسبة شاطرة جدًا، بتشتغل من 09:00 ل17:00 وكل زمايلها بيعتمدوا عليها في كل حاجة، من تنظيم المرتبات وإدارة المصاريف لكل الشغل اللي خاص بالإكسل والزوهو وغيرها من الCRM. بس السؤال، هو مين يعرف نورة برّه شركتها؟ تقريبًا ما فيش حد، لإنها كانت مستخبية جوّه شغلها، لحد ما في يوم قررت تجرب. كتبت بوست بسيط على LinkedIn شرحت فيه ازاي تقدر تعمل بادجت شيت محترف. كتبت بوست تاني عن الضرايب، وعملت بوست تالت عن ازاي تقدر تمسك حسابات البيزنس الصغيره. وبعد 3 شهور بس من نزول المحتوى باستمرار حصل الاتي: بدا يجي لها استشارات، عملت كورسات اونلاين، وبدا يدخل لها دخل كبير وثابت جنب المرتب بتاعها. نوره ما سابتش شغلها ولا غيرت تخصصها، هي بس مجرد نظمت طريقه ظهورها للناس، بدات تتكلم عن المحتوى اللي عندها وبدات تنشر الvalue اللي هي بتملكها. الناس بدأت تشوفها كخبيرة مش مجرد موظفة. علشان كده أنا دايمًا باقول البراند الشخصي مش رفاهية، ده استثمار مباشر في نفسك وفي دخلك. ولو لسه بتسأل تبدأ منين؟ ابدأ من نقطة بسيطة جدًا، احكي فكرة، نزّل فيديو، جاوب على سؤال، أو حتى شارك ملاحظة من شغلك اليومي. بس الأهم ما تفضلش مستخبي جوه مكتبك. إيه المهارة اللي عندك والناس دايمًا بتسألك فيها؟ اكتبها لي في الكومنتات، وممكن تكون دي أول خطوة في بناء البراند الشخصي بتاعك. السلام عليكم.